احنا ليبيين كنا زي بعض، انتوا ما تعملوش فينا على اساس احنا ليبيين زي بعض. شوفوا شنقروا فيا كتافي. القضية المؤلمة للكاتبة والبرلمانية سهام سرقيوة. بعد 6 سنوات في 17 من يوليو 2019 اختفت النائبة الليبية سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي بعد اقتحامه من قبل مسلحين ملثمين دون معرفة مصيرها إلى اليوم. وقد فجرت القضية من جديد تسريبات تظهر صورا يعتقد أنها لجثتها بعد مرور 6 سنوات كاملة على اختطافها، ما أشعل الجدل من جديد في الشارع الليبي. وإلى جانب العواطف المؤلمة، ليبيا انت بتتكلم على مدن زي مصراتة تقريبا شبه مسحت بالكامل. بتتكلم على ابار نفطيه عطلت ودمرت، دمرها النظام بشكل قصدي. بتتكلم على مدينه زي الزاويه احدث فيها من الدمار ما لا يمكن التصور. الدمار النفسي الذي حدث اكثر بكثير من ذلك. حالات الاغتصاب وهتك العرض المتعمد والممنهج، احنا وثقنا فقط في المنطقه الشرقيه 230 حاله يا استاذ محمد. 230. امس في جربه اجريت 3 حالات اجهاض لفتيات قاصرات. 3 فتيات قاصرات اجهاض. اللي حدث زواره مثلا كانت تغتصب الفتيات القاصرات وتترك عرايا في الشارع، يفرض عليها ويفرض على ابائهم وامهاتهم ان ينظروا اليهم، يعني منتهى الوحشيه.